تخيل معايا إن في أفكار بتدخل دماغك وتتحكم في قراراتك من غير ما تاخد بالك إنها غلط من الأساس. الأفكار دي اسمها المغالطات المنطقية، وأخطر حاجة إنها بتخليك مقتنع إنك صح وإنت في الحقيقة ماشي ورا وهم. النهاردة هقولك على أخطر 5 مغالطات ممكن تسيطر على حياتك. أول مغالطة معانا هي مغالطة الشخصنة. بدل ما ترد على الفكرة بتبدأ إن أنت تهاجم الشخص نفسه. يعني مثلا حد يقولك أنا مش مقتنع بمنتج معين، فتقول له يا عم وأنت إيه اللي فهمك في المجال ده أصلا؟ انت هنا بدل ما تتناقش مع الفكرة انت بدأت تتحول إلى الهجوم الشخصي، والنتيجة إن الفكرة بتضيع وسط الهجوم ده. رقم 2، مغالطة الاحتكام إلى الأغلبية. لما تقول كل الناس بتعمل كده يبقى أكيد صح، مع إن الحقيقة ممكن الملايين يكونوا غلطانين مع بعض. زي ما كان الناس زمان مقتنعين إن الأرض مسطحة. رقم 3، مغالطة السبب الخاطئ. بتشوف حدثين حصلوا ورا بعض وتفتكر إن الأول سبب للحدث الثاني. ده زي واحد يقولك أنا النهاردة لبست القميص الأحمر وكسبنا، يبقى القميص الأحمر ده هو السبب إن إحنا نكسب النهاردة، مع إن مفيش أي علاقة بين الحدثين. رقم 4، مغالطة التعميم المتسرع. بتاخد موقف واحد أو تجربة صغيرة وتعممها على الكل. زي مثلا لو انت جربت مطعم مرة واحدة وكان وحش فتقوم قايل المطاعم كلها وحشة. رقم 5، مغالطة الاحتكام إلى العاطفة. بدل ما بتقدم دليل بتحاول تكسب الطرف التاني بالعاطفة أو الشفقة، زي إعلان يبيعلك منتج غالي بحجة إن هو هيغير حياتك من غير أي دليل حقيقي على الموضوع ده. في هنا تجربة أو دراسة عملها عالم نفس عن خطابات سياسية لرؤساء أمريكا، وكان بيحللها واكتشف إن المغالطات المنطقية كانت أكتر بكتير من الحقائق نفسها، والناس كانت بتصدقها لأنها كانت بتخاطب مشاعرهم مش عقلهم. طب يا ترى إزاي نتجنب الوقوع في هذه الأفخاخ؟ أول حاجة اسأل نفسك هل في دليل حقيقي على اللي انت بتسمعه ولا مجرد أوهام وظنون وكلام فارغ وخلاص. رقم 2، افصل بين الشخص وبين الأفكار. رقم 3، ما تخليش العاطفة تاخد مكان المنطق. وفي الآخر المغالطات دي زي الفيروسات الذهنية، إما تتعلم تكتشفها أو هتفضل تتحكم فيك طول حياتك. والسؤال، أنت مستعد تحصن عقلك ولا لأ؟